السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت مؤخرا وثيقة سرية كتورط ميليشيات البوليزاريوم على الجيش السوري، وهذا الشيء كيعزز الشكوك ديال المغرب اللي ديما كان كيهضر عليها، خصوصا في العلاقه ديال هاد الميليشيات مع اطراف اقليميه اللي باغيه تزعزع الاستقرار في المنطقه كيف ما ايران. هاد الوثيقه اللي خارجه من اداره المخابرات العامه السوريه وكتحمل طابع سري كترجع لسنه 2012 وكتبين تفاصيل اتفاق بين قيادات الجيش السوري وميليشيات البوليزاريو تحت اسم الجيش الصحراوي اللي بموجبه كانوا كيدربوا مقاتلي البوليزاريو على القتال في الاراضي السوريه. الوثيقه كتقول باللي هذه العمليات كانت ايضا بالتنسيق مع جهات لبنانيه محسوبه على المقاومه، والسؤال واش المقصود هنا هو حزب الله؟ المهم هذا الشيء كيبين باللي كاينه شبكه اقليميه كتنسق وكتدعم هذه التحركات، ومن خلال المعطيات كيظهر باللي هذه الاجتماعات بداو من الجزائر اللي كانوا فيها ممثلين من النظام الجزائري وقيادات من البوليزاريو ومسؤولين سوريين. الوثيقه كتاكد باللي كاينه ارساليات ديال 120 مقاتل من البوليزاريو لسوريا باش يدوزوا تدريبات عسكريه متقدمه، وهذا الشيء كان في سنه 2012. وعلم الله شحال من مقاتل من البوليزاريو والجزائر توجهوا من ديك الساعه حتى سنه 2024 لسوريا. وهذا الشيء كامل كان الغرض منه من جهه تقويه الجيش السوري اللي كان في ذاك الوقت كيتواجه مع تصاعد المقاومه ضد نظام بشار الاسد، ومن جهه اخرى تدريب عناصر هذه الميليشيات وتطوير القدرات العسكريه ديالها باش منين ترجع لتندوف تقوم محاوله زعزعه الاستقرار الامني في الحدود مع المغرب خصوصا وفي منطقه الساحل جنوب الصحراء عموما. هذه المعطيات كتزيد تبين الخطوره الكبيره من حيث الدور ديال ايران في هذا الملف. الوثيقه كترجع الاضواء على الدعم الايراني المباشر للعمليات العسكريه واللوجستيكيه ديال الجيش السوري وبالتنسيق مع ميليشيات البوليزاريو المسانده من طرف الجزائر. هذه العلاقه كتعزز الموقف المغربي اللي ديما كان كينبه المجتمع الدولي للخطر ديال التدخل الايراني في ملف الصحراء المغربيه من خلال دعم البوليزاريو بشكل مباشر او غير مباشر. الوثيقه كتعطي صوره واضحه على وجود تحالف خطير كيهدف باش يقوي القدرات ديال الميليشيات الانفصاليه، ماشي غير باش تزيدوا في الصراع ديال الصحراء ولكن حتى باش يستغلوه الايرانيين والجزائريين كاداه في صراعات الشرق الاوسط وبالطبع في منطقه الساحل جنوب الصحراء. الدور الايراني واللي كان ديما تحت الانظار الدوليه كيأكد التورط ديالو في محاولات زعزعه الاستقرار في بزاف المناطق، وهذا الشيء كيديروه عبر وكلاء محليين بحال البوليزاريو في الحاله ديالنا. وفي نفس الوقت التورط ديال الجزائر للوثيقه كتشير ليها بشكل مباشر واللي كيوضع النظام الجزائري في موقف حرج، خصوصا ان هذا الشيء كيبين باللي كاينه علاقه مباشره في تمويل وتسليح الميليشيات اللي نقدروا نقولوا عليها ارهابيه. مع هذه المعطيات الخطيره كيبرز سؤال كبير ومشروع: واش ما جاش الوقت باش المجتمع الدولي يفكر في تصنيف ميليشيات البوليزاريو كمنظمه ارهابيه؟ الوثيقه كتكشف انشطه كتهدد الامن الاقليمي والدولي، خصوصا بالتنسيق مع انظمه متهمه بدعم الارهاب بحال ايران ونظام الاسد خصوصا. هذا الشيء كيخلي بزاف ديال الدول تعاود تراجع المواقف ديالها من هذه الميليشيات، وخصوصا في ظل التهديدات المتزايده اللي كتعرض لها منطقه الساحل من طرف هذه الشبكات. وربما الاخبار اللي بدات كتروج اليوم عن توجه البرلمان الاوروبي رسميا للتخلي عن المجموعه البرلمانيه المشتركه المسماه الصحراء الغربيه وسحب اعتمادها رغم محاوله الجزائر ولوبياتها اليساريه داخل البرلمان الاوروبي لمنع هذا المعطى، ما هو الا تاكيد عن استفاقه ربما متاخره نوعا ما من الجانب الاوروبي تجاه هذه اللوبيات واهدافها المتعفنه تجاه مغربيه الصحراء. وختاما هذا التسريب كيعيد طرح بزاف ديال الاسئله حول شنو خاص المجتمع الدولي يدير باش يوقف هذه التدخلات الانفصاليه الايرانيه والجزائريه، وكيشعل الضوء على العلاقات الخفيه اللي كتغذي الصراعات سواء في منطقه الشرق الاوسط او في منطقه الساحل جنوب الصحراء. وعموما هذا الشيء كامل كيدعم الموقف المغربي اللي كيدعي لمحاربه هذه التحالفات اللي كتاثر على الامن والاستقرار ديالو وديال المنطقه ككل. ثم مع هذه التطورات كيتطرح سؤال مهم وجوهري: واش العالم غادي يتخذ موقف صارم قريبا تجاه البوليزاريو المموله والمدعومه قلبا وقالبا من طرف النظام الجزائري؟ دمتم في رعايه الله، والى حلقه مقبله بحول الله.